السلام عليكم ورحمة الله. عندك هاد الصاك ديال لي فخوي ميغ سورجولي، اجي نوريك شنو غادي نديرو بهم. واحد الأكلة أكثر من رائعة وسهلة وسريعة. هنايا عندي في واحد الطاوة أولا في مقلة كما ما بغيتو. غادي ندير واحد الكمية لا بأس بها ديال زيت الزيتون. هنايا راني شاعلة على الطاوة ديالي أولا المقلة. صافي غادي ندير عليها ولكن ناقصة. غادي ندير هكايا زويته ديال الزيتون، وغادي نضيف تقريبا واحد البصله متوسطه اللي قطعتها غير هكايا طريفات صغارين، مع تشكيله ديال الفلافل اللي هما حمراء وخضراء. كانوا عندي حتى هما موجداهم في الكونجيلاتور. صافي غادي نديرهم في هذه المقله مع الزويته ديال الزيتون وغادي نقليهم. انا غادي نعطي لكم المقادير بالضبط. بالنسبه لهنايا كما ما قلت لكم بصيله متوسطه، وتقريبا نص ديال فلفله كبيره حمراء ونص ديال فلفله كبيره خضراء. الا كانت عندكم حتى صفراء زيدوها. صافي غادي نقلي هاد الفلافل مع البصيله هكايا واحد شويه حتى كيبداو كيهبطوا لينا. من بعد غادي نبدا نضيف العطريه اللي هي مليحه، شويه ديال الابزار تقريبا واحد نص ديال معلقه صغيره، واحد شويه ديال السكنجبير. وهنايا غادي ندير كميه لا باس بها تقريبا معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، حيت ما غاديش نستعمل الزعفران. وهنايا عاود تقريبا نص معلقه ديال الثومه، تقدروا تستغناو عليها وديروا الثومه الطريه. هنا عندي واحد الرشيشه ديال الحار. بالنسبه لهاد العطريه راه تتكون وفايته دايره معكم هاد الاكله في القناه. تقدروا تشريو العطريه اللي ديال البايله. انا حاليا ما متوفراش عندي. في هاد المرحله تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك او المركز ديال الطماطم. انا كنستغنى عليه حيت ما كنبغيش اللون ديالو هكا كيكون حمر بزاف في البايله. هنايا زدت تقريبا واحد نص كيلو ديال لي فخوي دماغ اولا فواكه ديال البحر المجمده اللي خديتهم مباشره من الساشي، وصافي غير شللتهم تيكونوا منقين وكل شيء. هنا كنخليهم حتى كينزلوا يعني كيخرجوا الماء اللي فيهم، وكيتشربوا لنا مزيان هذيك العطريه والمذاق ديال البصيله مع الفلفله. هنا غادي ناخذ واحد القياس ديال الرز بسمتي اللي هو 200 غرام، وغادي ناخذ معاه وغادي نحطو هنايا مع المكونات الاخرين، وغادي نشحرهم مزيان مزيان حتى كيتلبس ليا الرز بالعطريه وبالسويته وبالمذاقات ديال المكونات الاخرى. بالنسبه للرز استعملوا اي رز بغيتو، المهم خصكم تاخذوا غير القياس ديال الماء، راه تيكون مكتوبه في العلبه. الرز كلاصي اولا الرز البسمتي اولا اي نوع ديال الرز. هنايا صافي زدت عليه القياس ديال الماء اللي هو 2 ديال القياسات. بالنسبه لكل قياس ديال الماء كناخذ 2 ديال القياسات. يعني هنايا خديت زلافه مع عمراج ديال الرز، خديت 2 ديال الزلافات ديال الماء. الماء كيكون عادي يعني ديال الروبيني. صافي كنبقى هكايا كنحرك غير باش ما يهبط لياش الروز لتحت، يعني كنحاول مع الماء هكايا كلشي ينسجم مع بعضياتهم. يعني الا كان عندكم ها الساشي تاع لي فخوي دماغ ما تحتاجوش ان تبقاو تسناو حتى يكون عندكم ولا توفر عندكم الحوت طري. صافي من بعد ما كما ما شفتوا انسجموا ليا هكايا مع بعضياتهم، يعني باقا ما تتغلي ما والو بما ان الماء كان غير ديال الروبيني. صافي غادي نزيد عليه واحد الكميه ديال الكروفيت. زيدوا عليه اي حاجه عندكم متوفره، لي كروفيت ليمول اي حاجه متوفره عندكم تزيدوها هكايا من الفوق. صافي وغادي نغطيه بما ان ما عنديش هذه غير صينيه، غادي نغطيه بالورق ديال الطبخ مع البابي الومنيوم. وانا دايراه على الفرن الكبير ديال الغاز، ولكن راني ناقص عليه على الحد. غادي نغطيه بهذه الطريقه وكنحسب ليه تقريبا 10 ديال الدقائق. انا درت ليه 10 ديال الدقائق، وانتم على حسب الروز اللي غادي تستعملوا. كما ما قلت لكم هذا الروز البسمتي مني داز 10 دقائق ها هو كما ما كتشوفوا تشرب هذيك الماء اللي فيه وجا الحبه على اختها، يعني بكميه ديال الزيت اللي كنديروا ما كيخليش ان هذا الروز يلصق لينا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم البايلا بلي فخوي دماغ سورجولي تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.